السلام عليكم البنات، مرحبا بكم مع وصفات عادل. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده يا ربي. البنات اليوم جبت لكم ماشي جواز، الخرشف طريقه مغربيه، مرقه بيضاء يجي بزاف بنين. تفضلوا معايا باش نوري لكم المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا البنات كميه تاع الدجاج، كل واحد يديرها حسب العائله اللي عنده. نزيدوا له البصل، هاوليك البصل قطعوه برك، قطعوه هكذا صغير، يعني ما ترابيوهش، قطعوه هكذا صغير. وزيدوا الحشيش اللي هو القزبر، ديروا له القزبر والمعدنوس كما قلت لكم حسب الكميه اللي ديروا. ولا درتوا كميه كبيره تزيدوا في القزبر والمعدنوس. انا هذا واش عندي، لو كان راني زدت شويه. وعندي هنايا زنجبيل، هاوليك درت ملعقه صغيره تاع زنجبيل وفلفل اسود والملح والكركم وشويه قرفه. يعني القرفه انا حبيتها برك نديرها للذوق، هما ما يديروا لهاش، انا عاد نديرها تعجبني، تجيني بنينه بها. هاي ليك. واش ندير؟ نسبق في الزيت، ندير الزيت، هاي ليك نديروا كميه تاع الزيت، واحد 3 مغارف ولا 4، ونزيد نحط كامل هاد اللي البصل هذا وهاد التوابل اللي راهم هنا عندي. هاي ليك هكذا كامل، هاي ليك هكذا الان نحطو يتقلى فوق الفرن مليح، ونجوز للخرشفه هذيك. هاي ليك البنات نقلوها مليح، هاي ليك هكذا حتى يدبل هذاك البصل ونمرقها. الان هكذا نمرقها بالماء سخون، هاوليك نغطي عليه هذاك الدجاج حتى يطيب ونزيد نحط فوقو الخرشف هذا هكذا نزيد الخرشف هذاك من الفوق. والان نزيدو نحطو له فوقو الخرشف هذاك، هاوليك غليتو شويه باش يزيد يكمل الطياب معاه مع هذا الدجاج هذا. كما تعرفوا الخرشف تاع هذا الوقت تجي عاصيه شويه، هاوليك هكذا. والان نغطيه ونخليه يزيد يكمل الطياب ونتلاقى معاكم. والان البنات هاوليك الخرشف هذاك بعد ما طاب، شوفوا كيفاش جانا هايل وجا معسل، وداك الخرشف طاب جا طري الله. هاوليك نتمنى تجربوا هاد الوصفه البنات، وصفه سهله وبزاف بنينه. هاي ليك شوفوا كيفاش جا، شوفوا المرق تاعو جا ملبي الله وجا، يعني واش نحكي لكم. شهيتكم في الجنه البنات، شهيه طيبه. ان شاء الله نتلاقى معكم في وصفه واحده اخرى وفي فيديو اخر، والسلام.